انا عم بحط ميوت مشان تاخذ راحتك بالكلام ما لاقي بالصوت. أنت قلت الآن بأنه الذي كتب سيرة المسيح وآيات المسيح هن الحواريين، احنا بنسميهم متى والى اخر ما هنالك من برنابا والى اخر ما هنالك من حواريين المسيح. هلا بشارات الانجيل في انجيل يوحنا 14 15 بيقول ان كنتم تحبوني، عم يقول لاتباعه، فاحفظوا وصاياي وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر. معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد. يعني حيجيكم معزي من بعدي يعطيكم شريعة ستمكث معكم هذه الشريعة إلى أبد يوم القيامة. شو معنى هذا الكلام؟ أستاذي العزيز بالعقل المنطقي، هي من يوحنا 14 15 الآية 14 15. مشكلة مش قادر حاليا اني افتح انجيل لاني مش يعني ماني. والله يا أخي ما عم بكذب عليك، والله من الإنجيل جايبها قدامك. معك انا رح اقول لك هو اختلافنا ليك. انت بس تناقش شخص ليك. بدي اسالك سؤال بتمنى تجاوب لي بصراحة. لما انا حضرتك مرة لما ناقشت شيخ مش متذكر من وين بس مصري، لما كان عم يقول لك على شغلات وانت عم تناقشه على ترجمة الكلمات، على تشكيلة الكلمات، على ترجمتها، قلت له ليش هاي هيك ترجمتها؟ ليش هاي انت هيك عملتها؟ هل هو هيك قاصد فيها؟ وصار انت وياه تتناقش بهذا الموضوع. انا نفس الشيء. حديث مو قرآن. خليني ازيدك من الشعر بيت بس مشان اثبات نبوة محمد من الانجيل، بس خليني ناقشك. الله يوفقك. اتفضل. لانه للوجه اللي لازم اقول لك الرساله اللي انا بعرفها، مشان بكره تقول والله ما ادري. هلا انا صرت انت موكل انك عرفت، ما فيك تقول الله انا ما عرفت. اسمعت. طيب ما بحثت. تفضل. في انجيل يوحنا الايه، طبعا هذا مو من النبي هذا الكلام، هذا كتابي بعتبره انجيل الرب العالمين بيلتقي مع القران الكريم. بيقول وفي انجيل يوحنا 14 15 ان كنتم تحبوني. احفظوا يا اخواني المسلمين الكلام، يا اخواني المسيحيين بدون اي تحيز وتعصب هيك لدينكم، اسمعوا بالعقل. قال المسيح ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، يعني الرساله الى يوم الدين. وفي اللغات الاجنبيه فيعطيكم باركليتوس ليمكث معكم الى الابد، والمعنى الحرفي لكلمه باركليتوس اليونانيه هو احمد، وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وورد في الإنجيل يوحنا الإصحاح 13 7 16 على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب تلاميذه قبل أن يرحل: لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي اللي بدي يبقى دينه معكم إلى الأبد. بالآيات السابقة لن يأتيكم المعزي. ثم يواصل المسيح عليه الصلاة والسلام، أشعر بدني يا زلمة، الحديث عن ذلك المعزي قائلا: إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقولها لكم ولكن لا تستطيعون أن تتحملوها الآن. هالأمور اللي بدي لكم إياها. وأما حتى جاء ذلك الروح، روح الحق اللي هو محمد المعزي، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، يتكلم من الله. لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور آتية. هو هذا كله بتنطبق على مواصفات محمد. فهو ذا المسيح عليه الصلاة والسلام يخبر تلاميذه قبل أن يرحل مباشرة بأنه لم يقل لهم كل شيء، يعني مو كل الدين، والذي منعه هو من ذلك هو أنهم لا يستطيعون احتمال هذه الشريعة أو هذه الأمور في الوقت المحدد، في الوقت الراهن. وهذا إعلان صريح من المسيح عليه السلام، هذا المنطق العلمي عمل لك، بأن الشريعة لم تكتمل بعد، أن شريعة الله، شريعة السماء لم تكتمل بعد، سيأتيكم المعزي ويكمل لكم الدين. وقال ربنا بالقرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كلام واضح جاي بنفس الكتاب. إن المسيح يقول عليه السلام: إن المعزي أو روح الحق لا يأتي إلا بعد ذهابي، إن لم أنطلق لن يأتيكم هذا المعزي ليتمم لكم الرسالة. وكلام كثير، وهل هذه الروح أفضل عندهم؟ يعني كلام كثير ونقاش طويل بهالموضوع. نحن لأخواننا المسيحيين لا نقول لكم، لا نجبركم على أن تعتنقوا هذا الدين، لكن نريد منكم أن تقولوا الحقيقة كما علمتوها من هذا الكتاب. ولا سيما حضرتك عم تقول كلمة خطيرة جدا أنت الآن ذكرتها أمام السادة المشاهدين، طلعت لي دمعتي وخلتني فوت بأمور ما بدي فوت فيها. رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان المسيح روح الله قال: قول لأتباعك رسالة لم تكتمل، سيأتي المعزي ويأتيهم بالرسالة الأبدية إلى يوم الدين. وهذا مذكور بالقرآن الكلام.
السؤال: ألا يمكن كما حدث مع بعض الذين نقلوا ورووا الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام وشوهوا الدين بطريقة بدهم يثبتوا الحديث ويلغوا آيات قرآنية ممكن منا متفق عليها لأن الحديث كتب بعد 250 سنة، وكذلك القرآن، كذلك عفوا الإنجيل. تعال أسألك سؤال بالمنطق العقلي: يشهد الله يا أستاذ يا دكتور أني لا أطعن بالمسيح وروحي فدى المسيح وقرة عيني هو نبيي وقدوتي، لأنه كلامه أنا بعرفه هو نبي وعظيم من أنبياء أولي العزم هو عند الله عز وجل، وسيدنا موسى كذلك وإبراهيم، كل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. لكن في رواية يا أخي، بما أنه نحن دخلنا بقصة برنابا ومتى يعني هدول اللي نقلوا الحواريين اللي كتبوا الكتاب المقدس كتبوه كسيرة ذاتية ما كتبوه كآيات، أما اللي قالوا المسيح هي آيات سماوية مثل الآيات اللي قرأت لك إياها بإنجيل يوحنا. خلينا نجي ندرس التاريخ القديم ونعود إلى لنشوف أنه هل أخطأ الحواريين؟ هل تم تحريف الإنجيل بالعهد الروماني؟ لأنه الروما آمنت سياسيا لتسيطر سياسيا، لم تؤمن إيمانا مطلقا، بعدين آمنوا أمه للإمبراطور. بتعرف الحديث اللي صار بعد وفاة المسيح بسنوات طويلة، حتى أهل الكهف هربوا منهم للمسيحي للرومان مشان يعاقبون، لما رجعوا لقوا الدنيا كلها صارت مسيحية وكذا وإلى آخره. شوف التشابه الغريب. لو ارجيك انه ممكن البشر يغلطوا ويوقعوا باخطاء بعقل علمي دكتور لو تكرمت علي. كريشنا هلا في شغله بيقول الاله كريشنا، سمعان فيه حضرتك بالثقافه الهندوسيه؟ لا والله ما عندها هاي ما اسمع دكتور المصيبه اللي جايه. الاله كريشنا بالثقافه الهندوسيه اسمه ليس كريشنا، قصته اسمه اسأله ليش كريشنا، يعني الإله كريشنا قصته نفس قصة المسيح قبل 3000 عام من قدوم المسيح، وكمان مذكور أنه انصلب بكتاب الهندوس. ألا يمكن أن يأتي أحد ويكتب ويدون مثل ما صار مع هوميروس ومثل ما صار مع اللي نقلوا الإلياذة يوعوا بهي أخطاء بما أنهم بشر؟ ليش ممكن يخطئوا؟ اسمع لي هالمعلومة اللي بدها تصدمك هلا. هي الديانة الهندوسية قبل المسيح ب 3000 سنة، مترخة قبل علميا، مترخة قبل المسيح، يعني قبل 3000 سنة، قبل المسيح ب 3000 سنة. شو بيقول كريشنا؟ اسمعوا يا اخواني المسيحيين واخواني المسلمين. قال: أتيت لكي أفديكم، وهي قصة هندية. كريشنا ولد من عذراء اسمها ديفاكي، وكذلك يسوع ولد من العذراء مريم. يقولون أن كريشنا ولد يوم 25 ديسمبر، ويسوع أيضا يقولون ولد في تاريخ نفسه. عرف الناس بولادة كريشنا من نجمة الظاهر بالسماء، وكذلك حدث مع يسوع حينما عرف المجوس الثلاثة عن مولده في نجم السماء. يقولون أنه عند ولادة كريشنا، الهندوس بيقولوا عند ولادة كريشنا سبحت الأرض، وكذلك عندما ولد المسيح قالوا ذلك. يقولون أن كريشنا من نسل ملكي ولكنه ولد في مكان فقير، وكذلك المسيح من نسل الملك داود وولد من مزود بقر. قالوا أن كريشنا مات مصلوبا ليفتدي البشرية، وقد طعن بحربة في يمينه في جنبه، وغفر كريشنا للشخص الذي ضربه بالحربة، وكذلك المسيح أيضا. نفس القصة عيدنا بالتوراة لا نفرض أنه إنجيل. بعدما مات كريشنا قام من بين الأموات وقال: شاهده الناس صاعدا وسيعود ليدين الناس بدينه ثانية، وكذلك كتب عن المسيح. سوف يأتي كريشنا إلى الأرض في اليوم الأخير، ويكون ظهوره كفارس مدجج بالسلاح وراكب على جواد أشهب، أي أن لونه أبيض غلب على السواد، لون الأبيض غلب على السواد، وتتزلزل الأرض وتهتز وتتساقط النجوم والقمر من السماء، وسوف يدين الأموات في اليوم، يعني الأموات في اليوم الأخير. يقولون عن كريشنا إنه الخالق لكل شيء، ولولاه وتجسد بجسد ناسوت ودخل بالناسوت، وأنه الخالق لكل شيء ولولاه لما كان شيء مما كان، فهو الصانع الأبدي. هذا قبل المسيح ب2000 سنة بالتحديد. كتب عن كريشنا نبي قالوا عنه أنه هو الله كريشنا، وتجسد بجسد امرأة وولد من عذراء وصلب وطعن بجنب وإمن. نفس الرواية اللي نقلها بولس الرسول اللي كان من الفريسيين، كان من اليهود اللي كانوا ضد سيدنا المسيح، وقال جاني وحي وكتب هاي القصة عن السيد المسيح. ما الذي يثبت لنا أن المسيح هذا ما حدث معه وما نقل لنا هو الحقيقة، وليست الحقيقة التي جاءت بالقرآن اللي هي بشر فيها المسيح إلا ما ينفذ الحق لأنه بكم آية. بالمنطق العقلي كيف بتقارن بين هالروايتين؟ وحده قبل 2000 سنة من المسيح ورواية المسيح. تفضل.
والله يا استاذ سمير نقاش يطول ويطول ويطول، بس انا حاليا مش انا قدران اناقشك بهاي المواضيع كلها. والله اني مناوب، اقسم بالله اني مناوب. الله يخليك. وانا وين بمكتب مقيم ناوب. دكتور؟ انا مقام بالنرويج حبيبي دكتور، شو حضرتك؟ مختص هلا لساتني عام، لسه ما فتت باختصاص. قبلة من لساتني جبينك يا اخي انا المسيح عمري الطيب. 32، انا عمري 32 اعطيني سنه. قبلة من جبينك يا اخي المسيح الطيب. هلا بس بدي اقول لك شغله استاذ سمير. انا بس حبيت هلا اول شيء كلهن انا وهلا انت عم تحكي عن برا شويه تعليقات. بس بدي اطلب طلب من الناس. والله انا ما طلعت استاذ سمير، انا كل حديثي معك غلطت. لا 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 لا، فهمتك عيب شوم. انا عم اقول لك اذا حدا من الادمن فهمها غلط زراعه بدك. لا انا عم بحكي هلا لا احترامي لكل الادمن وكل الناس، بس لك كل الاحترام وكل التقدير مهما كان موقفك السياسي، ما هو كان معتقدك. انت اخي، انا بختلف معك اني انا بديك انا بختلف معك. وانا ابن ادم ما عندنا خلاف نهائيا. احنا وياكم نعبد رب واحد في شويه نحن رب واحد. تمام هذا بدي اقول لك اياه. انت يعني انا قرر انت بتفوت جني ولا انا بفوت جني، هذا ربنا هو اللي بيقرر، لا انا ولا انت ولا اي حدا بيقرر هذا الموضوع، ولا بقدر اقول لك هيك شيء. انا بطلب من الناس الموجودين، او بدي اقول لك شغله كمان، اي شخص بيجي بيسبك او بيقصفك او بيحكي معك، هذا لا مسيحي ولا مسلم ولا اي حدا، بالاسم هذا النقاش دكتور، هذا النقاش دكتور اللي انا عم ببحث عنه، نقاش اللي بيحط الله بعيونه شو ما كان دينه. نبني هالحياه، مو نسحب السيوف على بعضنا وسبنا ديك. تماما انا روحي بدل هيك يا دكتور. تماما دكتور انت بتتابعني من كم سنه حضرتك؟ والله تقريبا بدك تقول شيء سنه ونص، وقت نزلت التيك توك من شيء سنه، بس انا ما بحب طلع حالي، ما بحب طلع حالي، ما بحب. طبيب وكمثقف. تفضل. عبد اللي قدامك الفقير لله. درويش هيك جاهل ولا بيعرف؟ لا انت شخص مثقف وشخص ذكي، وشخص ذكي وشخص عندك حنكه. والله يا دكتور انه المسيح عبد الله ورسوله ومعجزه وكلمه من الله، هو خلقه اعجازي كان مثل خلق ادم. رايك بحترمه. بدي اقول لك شغله، انا بحترم مشاعرك اللي حسيتها هلا. للتاريخ بس دكتور كلمه اقول بدك. والله ان هذا القران هو خاتم الديانات، واحترم المسيحيين اكثر ما المسيحيين نفسهم اللي بيحترموا بعضهم. والله بس بدي اياك يا دكتور تقرا بس تقرا. ان شاء الله انا ما كثير بتعمق بالدين، انت متعمق، انا اسالني بمواضيع ثانيه بالطب وما بناقشك بس بالدين. بس تقرا القران مره مرتين ثلاثه، واذا اشكل عليك اجي تعال اسالني، لك ما كلياتنا بنعبد رب واحد. استاذ سمير، انا من شخص هيك، اذا انا ما هدول ما بيمثلون هاي، بس بعتذر من كل شخص بيدعي من حاله انه مسيحي وبيجي بيسبك او بيقصفك او بيحكي معك شيء سيء. الله يسامحه. ونحن كلنا اني انا مختلف معك مش يعني انا ضدك، إن وياك دكتور. بيني وبينك دكتور، المسلمين عم يسبوني اكثر من المسيحيين. شايف والله شايف الكل لا، لانك شخص صادق وانت شخص ذكي ومحنك وحتى سياسيا ذكي، ف يعني بتعرف تلعب على الامور وعلى القصص. انا بحب تابعك وصدق اقسم بالله. لو انا قدران لو بعرفك اللي فادني دكتور بالدين وتوصيل الرساله خبرتي الاعلاميه، لانه الشيخ لما بيطلع ما عنده خبره خطابه، هي النقطه الفرق بس. يعني لو بعرفك برا، يعني هيك برا هون كنت ورجيتك اني انا هلا بالمكتب بناو، اقسم بالله اني بالمشروع. حبيبي دكتور خذ راحتك، خليني اشوفك وبتابعك ولما اكون هيك قدران هلا مثل هلا المرضى نايمين الامور تمام، قدران تابعك، فبقعد بشوفك وبتابعك. انا بعتذر اذا انا ضايقت اي حدا موجود، وبتشكرك لانك استضفتني وخليتني اعبر الراي. ولو انا شرفت فيك رايك ودينك ومعتقدك انا بحترمه، وبتمنى من الناس كلها تحترم اي شخص تاني شو ما كان دينه او معتقده، لانه ليك وين صار. واحد يا دكتور اسمه شنط عمل حاله المبشر بالمسيحيه. لو تسمع شو حكى على الرسول محمد، هل عرف هالقليل الشرف، هالزنديق، هالشاذ جنسيا، هذا نبي، هذا قرآن، هذا يا حرام حدا بيحكي لك على الرسول محمد. هذا كلام صورة عن المسيحية. هذا الشخص لا يمثل غير نفسه استاذ سمير. شكرا يا دكتور. شكرا على الاستضافه. بعتذر من اي شخص انا ضايق. كثير سعيد بمداخلتك حبيب القلب استاذ سمير، الله يوفقك ويمشي لك. بس اخر طلب من كل هالناس الموجوده عندك هلا 1300 شخص، حبوا بعض. ليكوا بلدنا وين صارت؟ عاش الصليب والهلال. نعم للاخوه الوطنيه، نتناقش بالعقل بالتي هي احسن، بالمنطق